دعوة أيها الأحباب أن نطهر هذه القلوب، وأن نحاول أن نجلو تلك القلوب، وأن نعلم أن الجنة التي نريدها أن نربي أنفسنا وأبناءنا على سلامة الصدر حتى تكون القلوب طاهرة. فإذا كانت الأحباب القلوب طاهرة عشنا سعادة. الإمام أحمد قد جلد في فتنة خلق القرآن، وقد جلده المعتصم، فكان بعض طلابه يقول: يا شيخ هل أبرأت المعتصم؟ أبو إسحاق كنيته يكنى بأبي إسحاق. هل؟ قال: كنت قد أبرأته وأنا أجلد. كان يجلد ويقول: اللهم اغفر لأبي إسحاق. الله على طول ما يبي الجلدة الثانية تجي إلا وقد أبرأه من الأولى. أي قلوب هذه؟ أي قلوب؟ ويقص لي رحم الله طالب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الإمام الشيخ، كان قاضيا في الدلم، وكان الشيخ عنده جمع من الطلبة، والقصة سمعتها بأذني من الشيخ عبد الرحمن بن جلال رحمه الله رحمة واسعة. يقول الشيخ أن أحد طلاب الشيخ تركه الشيخ إماما لجامع الدلم القديم وذهب إلى الحج. فلما ذهب الشيخ إلى الحج مات رجل كان يناوئ الشيخ ويشتم الشيخ ويكنيه بأقدر الكنى. فلما مات غسل وأدخل في جامع الدلم القديم. فلما دخل فقال طالب الشيخ اللي هو خليفة الشيخ على الإمامة نائبه، قال: من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان. قال: لي يسب الشيخ؟ قالوا: نعم. قالوا: صلوا على ميتكم. والله ما أصلي عليه، وكان يسب شيخي. صلوا عليه، أنا ما أقول لكم ما أوصل، صلوا أنتم. فارتجت القرية وتحدث الناس، وتقدم رجل وصلى عليه، ثم حملوه وخرجوا به إلى المقبرة. والمقبرة تمر بجرف في السيل، كان فيه طين وكان فيه غبار. ساروا به. يقول الناس بدأوا يتناقصون كأنهم يعني كرهوا هذا الميت لما كان يصنع في حياته. دفن الرجل وأبناؤه في هم ليس بعده هم، كأن الناس قد هجروه وهجروا الصلاة عليه. فأتى الشيخ من الحج، وأول سؤال بعد أن صلى بهم وتقهووا عند الشيخ قال: هل حدث أمر بعدي؟ قالوا: نعم، مات فلان. رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ يترحم عليه. قالوا: يا شيخ لكن العجيب أن فلان وهو من أسن طلبة الشيخ هجر. طالب الشيخ هذا منتشي مبسوط أنه تقدم بعمل جليل نصرة لشيخه. فقال: يا شيخ أنا ما صليت عليه. فتغير وجه الشيخ وعلاه الغضب: ويحك، هجرت مسلم من الصلاة؟ قال: فلان ما تعرفه يا شيخ؟ قال: بل أعرفه. قال: كان يشتمك. قال: ومن أنا حتى إذا شتمت يهجر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله من الصلاة؟ ثم تكلم عليه حتى بكى الطالب خوفا من الشيخ أن يطرده، ثم لبس بشته وأخذ عصاه، ثم قال لقائد: تعال معي، اذهب إلى المقبرة. يقول: والغبار قد امتلأ به بشت الشيخ ونعاله حتى وصلنا للمقبرة. ثم صلى ودعا، ثم قال: أهلا ودي لأهله. ووقف الشيخ على عتبة الباب يتعبر ويعزي ويقول لهم: أنا والدكم، واللي تبون، وترى فعل فلان ما يرضيني وما أمرت به. يقول ابن من أبنائه: كأن أبي خرج مع الشيخ من المقبرة فرحا بهذا العزاء. انظروا إلى القلوب، انظروا أحبابي، نحتاج إلى هذا. تحتاج الآن نخرج من الجامع ونتوجه إلى ذاك الذي بيني وبين الشحناء والحق لي. أنا الكبير وهو الصغير، وأطرق الباب لله تزداد عز. يبارك في ذريتك، يبارك في ولدك، يبارك في زوجك، يبارك في مالك. من وصلني وصله الله. ولذلك أيها الأحباب، طاعة الشيطان تدمر وتزلزل بعض الناس تحت الأرض. مسكين، أمنيات تحت الأرض. أتدرون أن بعض تحت الأرض لهم أنين وصراخ ونداء وعويل: رب ارجعون. والله ان بعضهم منعم، والله ان بعضهم كان في خير، لكنه مات قاطعا لرحمه أو هاجرا لمؤمن من المؤمنين. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3.